السلام عليكم. اتكلمنا في الجزئين اللي فاتوا من سلسلة التكنيكال SEO على مقدمة عن ال HTML، وكذلك برضو اتكلمنا عن ال CSS. صحيح ان احنا ما غطيناش كل حاجة من A to Z فيهم. ده لان احنا هنا محتاجينهم في نطاق التكنيكال SEO. لو انت حابب تعرف تفاصيل اكتر عن HTML و CSS، اكيد طبعا الاولى ان انت تروح تدرس فرونت اند، ولكن احنا بنتكلم في الحاجة في نطاق التكنيكال SEO اللي انت ممكن تحتاجها في شغلك. بدون ما ادخلك في تفاصيل كتير، عندنا النهارده هندخل في الجزء الخاص بالجافا سكريبت. بس قبل ما نتكلم عن الجافا سكريبت، في كام معلومه لازم تكون عارفهم. في اعتقاد شائع ومغلوط وبيفكروا ناس كتير جدا ومعتقدين ان الجافا سكريبت اس او ده بيكون للمواقع اللي معموله بالكامل بالجافا سكريبت. طبعا هنعرف يعني ايه بالكامل بالجافا سكريبت قدام شويه. تمام. ولكن لازم تكون عارف شويه ان احنا في السلسله اللي بنتكلم فيها دلوقتي هنعمل سلسله غيرها تخص الجافا سكريبت اس او، لان الموضوع بيكون كبير شويه وبيكون متشعب. وبشكل عام يعني ان انت تقابل ويب سايت معمول بحاجه زي انجولار مثلا او ايا كان، يعني الفريم ورك يعني المعتمد على جافا سكريبت، بدون ما ادخلك في تفاصيل يعني هتكون نادره شويه، ولكن هي ستيل حاجه موجوده. المشكله هنا اللي بتخص جافا سكريبت بوجه الخصوص ان بتحصل مشاكل مع الكراولنج. طيب، ليه بيحصل مشاكل مع الكراولنج رغم الاعلانات الكتير اللي بتحصل مؤخرا من جوجل، وان البوتات بتاعتهم بقت تتعامل مع جافا سكريبت بشكل افضل؟ فما تصدقش الكلام ده، على ارض الواقع بتلاحظ ان البوتات لحد النهارده بتواجه مشاكل مع جافا سكريبت. طيب، والحاجه التانيه اللي احنا ممكن نتكلم فيها وهو موضوع تصحيح الخطا الشائع، زي ما كنت قلت من شويه ان الجافا سكريبت اس او ده انت مش بتحتاجه لما يكون الموقع بفريم ورك ليه علاقه بالجافا سكريبت. لا، انت موقعك حاليا او ايا كان المواقع الفرونت اند بيكون فيها الاساسيين، يعني ك HTML و CSS وجافا سكريبت. فدلوقتي نقدر نقول ان الجافا سكريبت جزء لا يتجزأ من عمل الويب اصلا. فاحنا ان شاء الله هنحاول نغطي في السلسله دي الحاجات الاساسيه اللي انت هتحتاجها بشكل اكتر من اللازم بخصوص التكنيكال سيو، وبخصوص بالتحديد يعني الجزء الخاص بالجافا سكريبت اس او. ده هنعمله سلسله منفصله قريب باذن الله، لان هي هتكون منفصله تماما عن السلسله دي، لان الكلام فيها هيكون كتير. ومن غير ما نطول في المقدمه، خلينا نروح لللابتوب ونبدا على طول. يلا خلينا نبدأ على طول. وإن شاء الله السيشن بتاعت النهاردة مش هتكون كبيرة، لأن إحنا زي ما قلت هيكون في سلسلة كاملة للجافا سكريبت، لأن في كلام كتير نتكلم فيها. وهنكون بنظلم الجافا سكريبت إذا عديناها في فيديو واحد بس في السلسلة دي، بس عشان السلسلة طويلة وعشان برضو موضوع ضيق الوقت عندي معذرة. فهنغطي الحاجات الأساسية اللي أنت ممكن تكون محتاجها. أول حاجة أنت لازم تبقى عارف إيه الفوائد أو إيه الاستعمالات لجافا سكريبت، لأن رغم إن في ناس كتير عارفين جافا سكريبت، بس في ناس يعني ما اتاحتش ليهم الفرصة ان هم يدرسوا الفرونت اند عشان يقيموا او عشان يتكلموا عن الموضوع بمعلومات هم عارفينها كويس. فدلوقتي اول حاجة لازم تكون عارف ان الجافا سكريبت هي جزء اساسي من الفرونت اند. الفرونت اند او هنسميه الواجهة بتاعة الموقع، يعني مش عاوز برضو ادخل في تفاصيل برمجية زي ما احنا متعودين. فدلوقتي الجافا سكريبت هي جزء اساسي. مثلا لو انا جبت الصفحه اللي هي زي دي، الصفحه اللي زي دي الواجهه بتاعتها متكونه البادي بتاعها نفسه من HTML والهيدنج والكلام ده، وعندنا التنسيقات والالوان CSS، وعندنا الحاجات اللي بتحتاج كليكس او الحاجات المتحركه او الانيميشنز. كل الكلام ده بيحتاج جافا سكريبت. تمام. يعني مثلا لما تفتح ويب سايت وتلاقي ان في عداد مثلا موجود هنا او هنا عمال بيعد، لما تفتح مثلا ويب سايت بتاع مثلا تصويت او حاجه زي كده وبتحط رقم معين او بتختار، كل الكلام ده بيتم من خلال جافا سكريبت. طيب، ليه انا بقول الكلام ده في الاول؟ لان في ناس كتير معتقدين ان جافا سكريبت دي حاجه مضره وحاجه لازم تعطلها وتوقفها وما تستعملهاش في موقعك. فلا، ده مش منطقي ومش صح. محدش يعرف يشغل موقع من غير جافا سكريبت. طبعا الناس القديمه او الحاجات او المواقع زمان خالص كانت بتشتغل عادي من غير الكلام ده. كانت حاجات بسيطه جدا وكده، بس احنا في الوقت الحالي مفيش موقع الا وهيكون فيه مستعمل فيه جافا سكريبت. مع العلم دي حته جانبيه، جافا سكريبت مش مستعمله بس في الجزء الخاص بالفرونت اند وكده، بل العكس في فريم وركس كامله زي انجولار وغيره ونكست جي اس. كل دول فريم وركس كامله مبنيه على الجافا سكريبت نفسها، وكمان انت ممكن تعمل باك اند بالجافا سكريبت، بس انا مش عاوز ادخل في التفاصيل دي، هنخليها وقتها. عندنا هنا في اهم نقاط اساسيه لازم تبقى واخد بالك منهم وانت بتتكلم على جافا سكريبت. دلوقتي هنا عندنا اكتر من حاجه ممكن نتكلم فيهم بخصوص الجافا سكريبت. اول حاجه السنجل بيج ابلكيشن. بدون الدخول في تفاصيل، انت كده كده ابقى ابحث عنها عشان تقرا وتتعلم اكتر عن السنجل بيج ابلكيشن، بس هنعدي عليها بالسريع. وهو ان انت
بيكون عندك صفحه ال HTML بتاعها بيجي مره واحده بس، وكل الكونتنت او كل الحاجات اللي موجوده في الصفحه بتبدا تتحدث من خلال الجافا سكريبت. الكلام ده برضه هنتكلم عليه قدام، تاثيره على الاس او والكلام ده. طبعا ابحث عشان تفهم اكتر الحاجات دي. الحاجه اللي بعد كده عندنا جلب البيانات من الخادم من خلال حاجه اسمها اجاكس او ايجاكس، في ناس بتقولها كده وبتقولها كده. في حته مهمه جدا، واغلب الناس اللي شغالين وورد بريس هيلاحظوا ان بعض البلجنز المشهوره زي رانك او يوست او غيره في بعض الحالات باي ديفولت بتلاقيهم يا اما سامحين عاملين له ديزالاو او عاملين له الاو. ففي ناس كتير بتكون معترضه في الموضوع ده، واختلاف كبير، واصلا الاغلب ما بيكونش فاهم هو لازمته ايه. باختصار شديد، لو انا عندي بيج زي دي وفيها في الاخر مثلا تقييم معين مثلا معمول، ان انت مثلا بتقيم الصفحه دي بكام من 10، فانا مثلا كتبت واحد، الرقم اتسجل ليه؟ لان صفحه الجزء ده معتمد على الجافا سكريبت. تمام. ففي بعض الداتا بحتاج ان انا احدثها من غير ما اعمل ريفرش. فلنفترض ان في ناس تانيين غيري انا بيدخلوا بيقيموا المقال ده او بيعملوا او بيشتغلوا على التصويت ده وبيحطوا ارقام، فانا الداتا دي هتبدا تتحدث عندي، فمش منطقي ان انا عشان كل رقم يتحدث لازم اروح اخلي اليوزر يعمل ريفرش. فده باختصار الفايده بتاعه الاجاكس او الايجاكس او ايا كان المسمى اللي هتسميه بيها. تمام. ان انت بيحصل تحديث عندك من غير ما تحتاج تريفرش للبيج دي بالكامل من اولها لاخرها. طبعا زي ما قلت للتفاصيل الاكتر ممكن تسيرش عنها لو انت حابب تعرف حاجه ليك للعلم بالشيء يعني. عندنا بعد كده الموضوع التعامل مع الوقت والانيميشن، نفس المثال اللي انا قلته فوق. وعندنا موضوع اضافه التفاعل للموقع، اللي هو الازرار، الانيميشنز، الكلام ده كله. لما نيجي مثلا للمثال اللي هو الموقع ده. وكمان برضو في حاجه تانية تخص دي برضو اللي افتكرت اقولها حالا، تخص الجزء ده الخاص بتحديث المحتوى على الصفحه. لو انت مثلا فاتح فيسبوك او فاتح اي بلاتفورم من بتاعه السوشيال ميديا وعملت لايك، بتلاحظ ان اللايك زاد واحد اللي هو انت يعني. ولو حد تاني او ناس تانيين بقوا يعملوا لايكات، بتلاحظ ان اللايكات بتبدا تعد من غير ما انت تعمل ريفرش للصفحه. برضو ده تطبيق تاني لنفس الموضوع. هنيجي مثلا للموقع ده على سبيل المثال يعني وليس الحصر. لو انا الموقع ده معتمد كتير على الجافا سكريبت في الحاجات اللي بتحصل هنا، ان زي ما قلت الانيميشنز والكلام ده بتتعمل برضو بالسي اس اس، طبعا ده شيء مفروغ منه، بس في حاجات هنا معتمده على الجافا سكريبت. عندنا طريقتين. اول حاجه، او الناس اللي شافوا السلسله بتاعه الديفلوبر تولز هيكونوا فاهمين، فانت لو مش عارف ممكن ترجع لها على اليوتيوب، لان احنا دلوقتي هنعطل الجافا سكريبت عشان نشوف هيحصل ايه. هننزل هنا خالص، هنعمل على ديسيبل جافا سكريبت دي. تمام. حتى هتاخد بالك هنا ظهر لك العلامه دي، معناها ان جافا سكريبت متعطله في البيج دي، وهتروح عامل ريفرش. بصوا كده لو واخدين بالكم الصفحه بالكامل اغلب الحاجات اللي فيها ما بقتش موجوده. تمام. هنا في ناس كتير بيقعوا في غلطه، الغلطه دي ان بيحصل معاهم زي اختلاط ما بين الاس اس ار والسي اس ار، او السيرفر سايد ريندرنج والكلاينت سايد ريندرنج، هنتكلم عليهم قدام شويه. بس مش معنى ان انا بيحصل لي كده ان انا موقعي شغال بطريقه الكلاينت سايد ريندرنج. تمام. الطريقه الثانيه هنتكلم عليها قدام، بس ده على سبيل التوضيح. وطبعا في بعض الاكستنشنز بيقوموا بنفس الوظيفه، الطريقه دي او الطريقه دي اللي تناسبك. بس الاكستنشنز في بعض الحالات بيخرفوا كده، فانا بستعمل ديفلوبر تولز وعندي الاكستنشنز كذلك. الجزء اللي بعد كده هنتكلم على موضوع البيست براكتس او افضل الممارسات لو كان موقعك معتمد على الجافا سكريبت او كان جافا سكريبت جزء منه. هنا طبعا لما انا بتكلم على معتمد على الجافا سكريبت، فمش قصدي ان في مواقع مش معتمد عليها، انا قصدي المواقع اللي مبنيه بيها او المواقع اللي معتمد عليها بشكل اكتر من اللازم. تمام. لان في حالات من دي وفي حالات من دي. في مواقع لما انت بتعمل تعطيل لجافا سكريبت فيها بتلاحظ ان كل الامور شغاله معاك زي الفل، لان هم بيكونوا معتمدين عليها بحاجات معينه جدا. في مواقع تانية بتلاحظ مثلا ان هو ايه، عامل لك زرار عشان تعرض الكونتنت ده لازم تتك على زرار معين يعرض لك باقي الكونتنت. الزرار ده مثلا بيكون شغال بجافا سكريبت، فلو عطلتها بتلاحظ ان المكان ده مش بيفتح معاك. تمام كده. فدي امثله على موضوع اللي احنا بنتكلم عليه. عندنا الجزء بتاع افضل الممارسات، فانا عندي موضوع بعض الناس بيدخلوا بيعملوا ديسلاو لملفات السي اس اس وملفات الجافا سكريبت. هو يفضل، هي القاعده مش عامه، دي اول نقطه، بس يفضل ان انت ما تعملش حظر للملفات دي، لان في بعض الحالات بيكون كونتنت انت يعني بتحطه بالملفات دي، او طبعا على حسب الديفلوبر مظبط لك الدنيا ازاي، او لو انت ديفلوبر طبعا وعاوز تعرف البيست براكتس للاس او في الجزئيه دي، فانت قدر الامكان بلاش تحظر الجافا سكريبت. الجزء اللي بعد كده، وطبعا ليه هنعرف قدام. تمام. لان في غض النظر عن كل شيء ففي حالات تانية جافا سكريبت بتكون مضره فوق ما نتخيل. الحاجه اللي بعد كده موضوع ان احنا نستعمل الروابط بطريقه الاي اتش ريف، مش من طريقه الويندو لوكيشن او الوان كليك او غيره، اللي هي دي.
طب دي هنتكلم عنها ازاي دلوقتي؟ هنا لما تيجي على ده كل الناس عارفه ان ده انترنال لينك، فانا لما بكليك كده اللينك ده بيفتح معايا، تمام. لو انت وقفت على اللينك ده ورحت عامل انسبكت، هتاخد بالك ان هو محطوط في حاجه اسمها ايه، اتشرف، معرفش ايه التايتل، معرفش ايه الانكور تكست بتاع الكلمه، وخلاص كده. اللينك ده او الانترنال لينك ده كده معمول من خلال HTML، وده الطريقه اللي يفضل، ان مش يفضل، اللي لازم تعملها، مش هنقول يفضل لان دي ما فيهاش تفضيل، تمام. لازم يكون، او بالمثال انا حاطه هنا اللي هو الطريقه دي، تمام. الطريقه دي بتقوم بنفس الوظيفه بالظبط. لما المستخدم بيكليك هنا على اي حاجه من الانترنال لينك دي، بيفتح معاه صفحه جديده. بس ده بيكون وحش جدا مع البوتس، لان البوتات مش بتحب الطريقه دي. البوتات بتفهم الطريقه بتاعت الاي اتش بتاعت ال HTML مش بالطريقه دي. الطريقه دي بيكون فيها مشاكل كتير. مع العلم، ودي هتلاحظ ان انا اتكلمت عليها اكتر من مره النهارده، كان في تصريحات واعلانات كتير انه السيرش انجن بقت اذكى في التعامل مع الجافا سكريبت وعادي والكلام ده كله. بس انا بقول لك لا، حتى هذه اللحظه الموضوع لسه يعني ما يفضلش انك تعتمد على جافا سكريبت، بالاخص لما نيجي نتكلم على الكلاينت سايد ريندرنج. الجزء اللي بعد كده موضوع عمل السكيما من خلال GTM او جوجل تاج مانجر. دي حته انا بلاقيها دايما منتشره في كل الجروبس على السوشيال ميديا، وناس كتير بينصحوا بعض، بالاخص لما بيكونوا بيستعملوا CMS مقيد في السكيمات زي سله وزد، باعتبارهم الاشهر في الوطن العربي يعني في الوقت الحالي. دول في الوقت الحالي للاسف وبشكل كبير بتلاحظ ان انت مش عندك تحكمات في السكيما، فبعض الشباب بيحاولوا ان هم يعملوا السكيما من خلال جوجل تاج مانجر ومش هنقول ان ده غلط، تمام، بس هنقول ان دي مش احسن طريقه تعمل بيها السكيما، تمام، لان زي ما قلت البوتات مش بتتعامل مع جافا سكريبت كويس. فده معناه ان الكونتنت اللي معمول اللي في السكيما والكلام ده في اوقات كتير مش هيجي كويس. مع العلم بنقول اوقات واحيانا، لان مش مفيش حاجه اسمها 100%. دي حته برضو لازم تخلي بالك منها. عندك بعد كده موضوع النو اندكس. الناس اللي متابعه معانا من اول سيشن كنا اتكلمنا على ان احنا عندنا حاجه جوه البيج هنا بيكون اسمها الميتا روبوتس، وبيكون عندنا شويه كلام كتير كده. طبعا ممكن ترجع لاول فيديو لو انت ما شفتوش. بس في المجمل يعني دلوقتي انا عندي الميتا روبوتس، لحظه كده هنسيرش عليها مع بعض. طيب ده الجزء اللي انا قصدي عليه. ده من اول سيشن عشان برضو الناس اللي مثلا اللي ما حضروش الاول يبقوا برضو معانا في الصوره. عندنا الجزء بتاع الميتا نيم روبوتس والكلام ده كله. في حاجات كتير تانية بتكون موجوده. عندنا حاجه بيكون اسمها اندكس او نو اندكس، لو انت عاوز تعمل اندكس البيج او لا. الجزء اللي بعد كده وهو موضوع ان احنا نعمل نو اندكس بالجافا سكريبت، تمام. ده هنا مثال قلت لكم سيرش عليها عشان نجيبها كمثال. لما انا بعمل نو اندكس لاي صفحه من الصفحات بيكون في هنا نو اندكس او فولو او نو فولو او غيره يعني، تمام. فالكلام ده بيكون موجود في الهيد في ال HTML. ففي بعض الناس لو عنده CMS مش بيتيح له خاصيه النو اندكس، فبيروح يعملها من خلال جوجل تاج مانجر من خلال جافا سكريبت. فرغم ان ده في اوقات كتير بيسمع معاك بشكل سليم، ولكنه برضو مش من البيست براكتس اللي انت ممكن تعملها. فانت يفضل برضو النو اندكس والسكيمات ما تعتمدش فيها على الجافا سكريبت او على جوجل تاج مانجر، باعتباره اشهر طريقه يعني الناس بتستعملها في الوقت الحالي. الجزء اللي بعد كده وهو ان يتم توفير المحتوى الاساسي في HTML تحسبا اذا لم يتم تنفيذ جافا سكريبت. طيب معنى الكلام ده ايه؟ في بعض الحالات ان انت بتجيب المحتوى في HTML، وفي بعض الحالات التانية بتجيب المحتوى في جزء منه موجود في جافا سكريبت، بس لازم تكون عارف ان مش دايما بيتم تنفيذ الجافا سكريبت بشكل سليم. دي سيبها دلوقتي، هنكمل فيها في بيج كامله في التفاصيل دي. الحاجه اللي بعد كده موضوع اعاده التوجيه من خلال جافا سكريبت. انا كاتب هنا مهم جدا واستعمل كلاود فلير. كنت برضو منزل فيديو على اليوتيوب قبل كده بتكلم ان انت ازاي تعمل ريدايركت 301 او غيره من خلال كلاود فلير على CMS اللي مش بيدعم لك الموضوع ده. طبعا الناس اللي شغاله وورد بريس او غيره او حاجه كاستم دول مش محتاجين يقلقوا من الموضوع ده، لان انت ممكن تحمل بلجن تعمل لك الموضوع، او لو انت برمجه خاصه ممكن تخلي الديفلوبر يعمل لك الموضوع ده من خلاله. ولكن لو انت على CMS مش بيتيح لك الريدايركشن، فلازم تتاكد ان الريدايركشن ده بيتم من خلال كلاود فلير، او بيتم من خلال السيرفر، مش من طريق مش من جافا سكريبت. لان طبعا انتوا عارفين 301 302 بيكون اسمهم او 404 او غيره بيكون اسمهم HTTP ستاتس كود، وقدام ان شاء الله هنشرحهم كمان بالتفصيل. فدي كده اظن ان هي وضحت. اخر واهم جزئيه تخص جافا سكريبت وهو موضوع الريندرنج، وده اكتر حاجه ممكن نديها دقيقتين 3 نتكلم. اول حاجه دلوقتي لازم تبقى عارف ان الريندرنج ده هنسميه المحتوى اللي بيشوفه المستخدم ومحرك البحث. فالنقطه المهمه هنا محركات البحث مش بتشوف الصفحات زي ما احنا بنشوفها بالشكل ده،
تمام. احنا بنشوف الكلام ده كله، ولكن محركات البحث ما بتهتمش بالنظره اللي احنا بنشوفها. محركات البحث بتشوف المواقع باسلوب مختلف تماما، واللي بيتسمى الريندرنج ده، تمام، اللي هو بيعبر لك ازاي محرك البحث شاف الموقع بتاعك. دلوقتي انا عندي في الريندرنج عندي طريقتين، طريقه السيرفر سايد وطريقه الكلاينت سايد. طيب ايه الفرق ما بينهم ومين الافضل؟ طريقه السيرفر سايد هي الافضل والاحسن دايما انك تستعملهم. الدايناميك دي خليها للاخر عشان هنذكرها بمثال مختلف شويه. اول حاجه انا هنا حاطط بشكل مختصر الخطوات اللي بيحصل بيها الموضوع. اول حاجه الصفحه بتتجهز بالكامل في السيرفر، اللي هو اليوزر دخل على اللينك ده، تمام كده، اللي هو بتاع فوائد القهوه، اهم المعلومات، تمام. فاللي بيحصل هنا ان محتوى الصفحه بيتم تجهيزه بالكامل بالسيرفر، بعد كده بيتم ارساله للبراوزر اللي هو جوجل كروم اللي انا فاتحه دلوقتي، بيتم ارساله على شكل HTML جاهز، تمام. وبعد كده جوجل بوت لما بيعمل كراولنج او جوجل بوت لما بيستلم الصفحه بيبدا يفهرسها بسهوله، لان هو بالفعل وصل للمحتوى في HTML بشكل افضل، تمام كده. ده السيناريو اللي بيكون بشكل افتراضي في حاجات زي لارافيل وبي اتش بي، بالتحديد وورد بريس يعني بعتبره الاشهر يعني، وبما ان الاغلب بيكون شغال وورد بريس. عندنا بقى لما نيجي نتكلم على الكلاينت سايد، فهنا الموضوع بيجي مختلف شويه. الكلاينت سايد بيكون معتمد على الجافا سكريبت، لان هنا السيرفر بيرسل المعلومات عباره عن HTML ولكن فارغه، تمام، وبيكون بلس ال HTML بلس الجافا سكريبت. فباختصار شديد هنا البراوزر هنا هو اللي بيعمل تركيب المحتوى، وعشان كده بيسموها الكلاينت، لان انا كاني كلاينت، يعني انا اللي بعمل الموضوع ده من البراوزر هنا، مش من خلال السيرفر، على عكس طريقه السيرفر سايد وطريقه الكلاينت سايد اللي هو من جانب الخادم ومن جانب الكلاينت يعني. المشكله هنا في الموضوع ايه؟ ان ركز على كلمه قد هنا، عشان انا برضو مش بحب اجزم في الحاجات اللي زي دي. فبعض الحالات بيحتاج وقت اكتر عشان ان هو يفهم المحتوى، وفي حالات تانية مش بيفهم المحتوى بالكامل كويس. بمعنى ممكن تبقى انا مثلا كاتب هنا مثلا بلوج وعامل شغل كتير 100 200 صفحه والكلام ده كله، قصدي 1000 2000 كلمه والكلام ده كله، ويكون ان انا شغال بالكلاينت سايد، وبالفعل الكونتنت اللي بيتقرا قليل جدا جدا مقارنه باللي انا حاطه ده، لاني مثلا شغال بطريقه الكلاينت سايد. طيب ايه الطريقه اللي بنعملها؟ في بعض الناس بيروح يفتح صفحه يعطل جافا سكريبت، ولو لقاها وقفت بيعتقد ان هو كده شغال كلاينت سايد والكلام ده كله. لا، مع العلم برضو عشان برضو ما تقعش في الغلط ده، في بعض المواقع لما بتيجي تفتحها بتلاقي ايكون بتحمل كده، وبيكون الديفلوبر عاملها بالجافا سكريبت، ولكن هو شغال بطريقه السيرفر سايد. فبرضو لو انت عملت تيست الURL او عملت انسبكت بيه مثلا، ممكن تلاقي ان هو ظاهر لك صفحه بيضاء، فده مش بيكون شغاله كلاينت سايد، بيكون بس لان الديفلوبر عامل الموضوع ده. دي برضو يعني ايه معلومه عامه يعني، ان هي ممكن تقابلك في اوقات كتير. طريقه الديناميك دي ممنوع استعمالها ومش بينصح بيها، لان طريقه الديناميك دي هي مزيج ما بين الاثنين، تمام، ومش بينصح بيها. معذرة يا شباب، دي حاجة افتكرتها وانا بمنتج الفيديو، حسيت ان هي مش مشروحة بشكل كويس، رغم ان انا كنت عاوز اخليها في السلسلة بتاعة الجافا سكريبت SEO، بس قلت خليها دلوقتي بما انها مهمة، وبما ان سلسلة الجافا سكريبت ممكن تطول شوية على ما انزلها. دلوقتي دي الطريقة اللي هنعرف بيها الموقع شغال بالسيرفر سايت ولا الكلاينت سايت. اول حاجة لما نيجي على اي موقع من اللي زي دول كده، هنعمل انسبكت للبيج، تمام، وبعد كده هنيجي على الجزء الخاص بالنتوركس، تمام، وبعد كده هنروح عاملين ريفرش للصفحه دي. بعد ما تعمل ريفرش بتلاقي عندك هنا الكوفي بينيفيتس اللي هو الدوكيمنت الاساسي، تمام. اول ما تفتحه وتيجي على هتلاقيه موجود لك كده، هتروح على الريسبونس دي، هتلاقي الدوكيمنت هنا، تمام. لازم الدوكيمنت ده يكون جواه الكونتنت اللي هنا، تمام. لو الكونتنت موجود فده بيكون شغال سيرفر سايد، لو مفيش كونتنت او مكتوب حاجات زي ديف والكلام ده كله بيكون سيرفر سايد، بيكون معلش كلاينت سايد، تمام كده. مع العلم في احتمالات بيكون في جزء من الكونتنت هنا بس مش كامل، فعشان كده الموضوع ده طويل، يعني هنستفيد فيه كتير جدا جدا لو قعدنا نتكلم فيه، بس دي جزء من الطريقه. الحاجه التانية في اكستنشن اسمها CSRVSR، تمام، CSRVSSR ديتكتور. الاكستنشن دي صراحه يعني بتعلق من حين لاخر، يعني دي كنت لقيتها بالصدفه، تمام. بس لو جبتها وعملت انالايز بيج بيعرف لك البيج دي شغاله ازاي. بس زي ما قلت اهم حاجه الاكستنشنز ما تعتمدش عليها، لان هي مش بالدقه اللي انت متخيلها، هامش الخطا فيها يعني مبالغ فيه صراحه. بس كده، دي كانت حته سريعه قلت اتكلم عنها يعني. وزي ما قلنا، مش معنى ان انا لما بوقف في الجافا سكريبت ان الدنيا معايا بتقف هنا فده معناه ان الموقع 100% كلاينت سايت. لا، في بعض الحالات الموقع بيقف لاسباب مختلفه، ان الجافا سكريبت جزء مثلا من حاجه معينه، فبالتالي الموقع بيقف لان منطقيه جافا سكريبت وقفت. انما الكلاينت سايد فده موضوع تاني خالص.
زي ما قلت ان شاء الله لما نوصل للسلسله دي باذن الله هنستفيد في الموضوع ده جدا، يعني ياخد لنا يعني يمكن ساعه ولا حاجه واحنا بنتكلم على الموضوع السي اس ار والاس اس ار. في طريقه تانية بس برضو مش احسن حاجه، بس انت ممكن تجربها. لما تستعمل موقع بيلتويست، الموقع ده بيقول لك التكنولوجيز المستعمله في المواقع اللي انت بتعملها تيست، ايا كان بقى الموقع ده دنيته ايه. فلما بتيجي تنزل على التكنولوجيز هنا بتلاقي حاجات كتير موجوده. زي ما كنا قلنا في اول الفيديو لو تتذكروا، ان احنا عندنا فريم وركس وعندنا حاجات بتكون معتمده اكتر على جافا سكريبت، حاجات زي انجلر، حاجات زي نيكست جي اس، حاجات زي في يو اي او في يو اي دوت جي اس على ما اتذكر، يعني كان اسمها كده. تمام، فانت هنا بتعرف الموضوع ده بمجرد ما بتلاقي الحاجات اللي موجوده لك هنا. تمام، بمعنى ان انا اول ما بلاقي حاجات زي مثلا النكست جي اس، مش دايما، في بعض المواقع بتكون موجود لك ان من ضمن التكنولوجيز فيها نكست جي اس، بس بتكون اس اس ار عادي على حد علمي يعني. انما المواقع اللي هتلاقي مكتوب فيها الرياكت واللي مكتوب فيها اسمها زي ما قلت لكم في يو اي على ما اتذكر، ممكن تحاولوا تسيرشوا عنها برضو للتاكيد ورايا، دول بنسبه كبيره جدا جدا هتكون كلاينت سايد. ان شاء الله لما نوصل للسلسله هنستفيد في الموضوع اكتر، ولكن ايه، حبيت اضيف الجزئيه دي للسيشن بتاعت النهارده، وخلينا نكمل بقى من مكان ما وقفنا. الجزء اللي بعد كده وهو موضوع دي للعلم بالشيء برضو، فيسبوك وبعض الشركات زيه بيستعملوا طريقه الكلاينت سايد وطريقه السيرفر سايد، ولكن باسلوب مختلف تاني انا مش فاكر اسمه صراحه، ولكن هو مش بطريقه الديناميك ريندرنج دي، لان الطريقه دي مش بيحبذ استعمالها. بس على ما اتذكر فيسبوك كنت قراتها من زمان قبل كده ان هو بيستعمل طريقه مختلفه شويه، بيمكس بينهم ما بين الكلاينت سايد وما بين السيرفر سايد. طيب دول كده اهم كام نقطه يخصوا الجافا سكريبت. مؤخرا هتلاحظوا ان السايت اوديت بتاع سيمرش اضافوا خاصيه ان انت تعمل جي اس ريندرنج وتفعلها وكده. الميزه في الخاصيه دي ان هي بتساعدك ان انت بعدها بفتره تقدر تشوف الموقع بتاعك ده اتشاف ازاي قبل وبعد الجافا سكريبت، هل في كونتنت زاد، كونتنت قل، ايه اللي حصل في الموقع بتاعك بشكل عام. طيب وبكده نكون خلصنا الجزء الثالث من سلسلة التكنيكال سيو، وإن شاء الله الجزء الرابع هندخل في تفاصيل أكتر، هيكون قريب بإذن الله. وما تنساش لو عندك أي سؤال أو أي حاجة حابب تعرفها، ما تنساش تنضم الأدفانسد ديجيتال ماركتنج كوميونتي، هتلاقي اللينكات موجودة في الكومنتس تحت. يلا سلام.